شوف بقى انت لما رامي بانوراما يدخل لعبه التعديل اللي ممكن يحصل. تعديلات العربيات بعد الحوادث ساعات بتتعمل، عربيات بيعدلوها او ساعات بيعدلوها من غير حوادث. طبعا العربيات ساعات بتتعدل من غير حوادث. هو خلاص، هو انا بتاع حوادث بس يا هندسه. هي الشطاره في الموضوع دوت ايه؟ اللي يقول لك العربيه اصلا انا عملت فيها تعديلات، العربيه دي كانت عامله حادثه ولا مش عامله لا، حادثه؟ العربيه دي مش عامله حادثه، العربيه دي جيب جراند. احنا بفضل الله قلبناها هنا في السنتر، قلبناها عربيه جيب اس ار تي. حدثت الموديل بتاعها. طيب لسه بقى احنا وريني كده بقى شغل القلم بتاعك. اهو. يا سلام، لا وريني هنا. انت تخوفنا. هنا فين يا هندسه؟ هنا هنا. كده عشان اقعد اعمل كده وتقول لهم انا قفشته؟ طب ده هو ده. كبوت المونيا يا هندسه. كبوت المونيا. كبوت المونيا. انت قلبتها اس ار تي؟ بفضل الله. ما شاء الله ما شاء لسه الله. بقى دي المرحله الاولى، انت لسه في فيديو تاني هتشوفه ده بالعلامه. بعد بفضل الله ما يخلص الفرش من جوه. احنا قررنا ندخل لعبه التعديل. شوف بقى انت لما رامي بانوراما يدخل لعبه التعديل اللي ممكن يحصل. ما هي الفكره تخيل. بقى بيجي في بالي دايما على طول الناس اللي هي بتعدل صراحه، يعني ما اضحكش عليك، يقول لك انا معدل العربيه عشان تبقى مرشوشه ومتظبطه وبتاع، وهي بتبقى مقلوبه قبليها. في ناس كده، في ناس بتعمل كده، في يعني بتشغل ناس دماغها. غاوية تعمل ايه؟ تروح تجيب مثلا عربيه عامله حادثه وبتاع، ويقول لك انا هعدلها بقى، بس في ناس تعملها لنفسها في الاول، تنبسط بيها شويه وبعد كده تبيعها. بتبيعها تمام. بتبيعها على اساس ان هي متعدله، فلما تيجي تحط القلم او تحط الجهاز في اي حته انا معدل، ما انا معدل بقى يا جماعه، فما حدش عدلنا. عملنا العربيه كلها بالكامل، وخد بالك احنا عندنا الجراءه ان احنا نطلع لايف ونطلع بعربيه لسه في المرحله الاولى، عشان الحمد لله رب العالمين احنا واثقين في شغلنا. لسه بقى بعد ما تخلص خالص انا بقى محتاج اثق في شغلك اكتر. وريني كده بالقلم العربيه عامله ايه. لا كله كمان. كله انت جاي تورطني ولا جاي تعمل لي دعايه يا هندسه؟ لا كله. وريني فرجني. الله ايه يا عم. انا ما يتكسر. اوعى اوعى اوعى. لا ده كده اللي هيبيعها بفضل الله مستريح على اساس ان هي اس ار تي. بص الحبايه بتاعت البويه عامله ازاي، بص حبايه لا البيرلي. لون العربيه تحفه بصراحه، لون العربيه تحفه. هو ده كحك العيد. هو ده اللي يتقال عليه كحك العيد. هو اسمه ايه الراجل دوت؟ يعني راجل اللي هو بيفضل يقول حلويات وكحك العيد. لا مش عارف اسمه، بس هو راجل حبيبنا، يعني راجل جميل. راجل بتوع كحك العيد بقى. الله ينور يا هندسه وكل سنه وكل الناس والتوفيق. طيبة. العربيه إن شاء شكلها الله عيد جميل سعيد. بصراحه. الحمد لله رب العالمين.